النهارده الجمعة يوم القيامة، زي ما باقول لك كده اسمع لحد الآخر وهتصدقني. زي ما أنتم عارفين إن إخواتنا هناك الحمد لله وقفوا الضرب عليهم، فعلًا هل بتحرير فلسطين يبقى يوم القيامة؟ وبالذات إن النهارده الجمعة، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. خلينا متفقين إن الدين عندنا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة فعلًا هتكون يوم القيامة، يعني موعد يوم القيامة إمتى؟ يوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، وعد معايا، فيه خلق آدم، وفيه يعني أهبط من الجنة، نزل من الجنة، وفيه تيب عليه يعني ربنا تاب عليه، وفيه قبض يعني مات يوم الجمعة، وفيه تقوم الساعة. بس مش معنى ان يوم القيامة هتكون يوم الجمعة يبقى النهارده يوم الجمعة. ليه؟ اولا تحرير فلسطين ده مش من علامات الساعة الكبرى، ويوم القيامة مش هيكون الا لما تيجي 10 علامات اللي بنسميها علامات الساعة الكبرى. قبل ما اقول لك ال10 علامات دول لازم اقول لك ان في عندنا حاجة اسمها علامات الساعة الصغرى، منها فتح بيت المقدس، هو ان يكون بيت المقدس تحت ولاية المسلمين، وده فعلا حصل في عهد خلافة امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ان شاء الله هيحصل تاني، وده برضو من علامات الساعه الصغرى، لكن مش من علامات الساعه الكبرى تحرير فلسطين. الشيء بشيء يذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان مش هتقوم الساعه الا لما يجي المسلم عاوز يبحث عن اليهودي عشان يقتله، فاليهودي هيستخبى ورا حجر او ورا شجر، فربنا يخلي الحجر والشجر ينطق يقول: يا مسلم هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. فاطمن هيحصل الكلام ده امتى؟ ما نعرفش، في الوقت اللي ربنا محدده. واما عن علامات الساعه الكبرى فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد كده، وبعدين لقى ان الصحابه بيتكلموا في موضوع، فدخل عليهم فقال لهم: ما تذكرون؟ بتتكلموا في ايه؟ قالوا له: نذكر الساعه، بنتكلم عن يوم القيامه. فقال صلى الله عليه وسلم: انها لن تكون حتى تروا قبلها 10 ايات، يعني 10 علامات. ثم قال: الدخان والدجال اللي هو المسيح الدجال، والدابه، في دابه هتخرج هتكلم الناس انت مؤمن وانت كافر في اخر الزمان، ونزول عيسى ابن مريم، وياجوج وماجوج. وطبعا ياجوج وماجوج المذكوره في سوره الكهف محدش يقدر ينكر. رقم 6: وطلوع الشمس من مغربها. كل يوم متعودين الشمس بتطلع من المشرق مش من المغرب، لكن اليوم ده اللي هو هيبقى يوم جمعه، طبعا النهارده طلعت من المشرق كالعاده، لكن في اليوم ده تحديدا هتطلع من المغرب. ده دليل ان النهارده 10 اكتوبر 2025 مش يوم القيامه، خلي بالك. بقى خروج الشمس من مغربها، وثلاثه خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيره العرب، واخر ذلك العلامه العشره: نار تخرج من اليمن تدفع الناس الى محشرهم. وطبعا كل علامه من العلامات دي عاوزه شرح مفصل طويل، هنفصله في فيديوهات جايه ان شاء الله. وطبعا علامات الساعه الكبرى دي العلماء اختلفوا فيها ايه الاول وايه الثانيه وايه الثالثه، ده مش موضوعنا. الموضوع ان هم في 10 علامات هيظهروا، اول ما تظهر واحده الثانيه تيجي وراها، والثالثه والرابعه كلهم ورا بعض، زي بالظبط اكنك قصيت سبحه وفرطت منك كله ورا بعضه. وساعتها في الوقت ده اللي عاوز يتوب مش هتتقبل منه التوبه، والكافر اللي عاوز يسلم لن تقبل منه اي حاجه. ليه؟ لانه كان عنده العمر كله، واول ما تيجي علامات الساعه الكبرى مفيش قبول للتوبه. ما تستبعدش حاجه عن نفسك، الله اعلم هتبقى امتى، احنا مش عارفين. بالله عليكم كل واحد بيدعي على ربنا وبيعمل ذنب معين، توب من الذنب ده دلوقتي قبل ما يجي لك ملك الموت وياخد روحك، وساعتها تبقى مصيبه. لو انت مش محجبه فانت لازم تتحجبي النهارده، ولو انت مش بتصلي لازم تصلي النهارده، ولو انت مقصر انك انت بتسمع اغاني او بتاكل ربا فانت لازم تتوب من الكلام ده كله النهارده، ولو انت بتشرب دخان وشيشه وسجاير وبلا ازرق فانت لازم تتوب النهارده مش بكره، لان ملك الموت مش هيستناك لحد لما تتوب، وانما هيجي لك في لحظه، سواء تبت او ما تبتش هينزل لك في اللحظه المتحدده. الاشاعه اللي دايره بين الناس النهارده وامبارح ان تحرير فلسطين والنهارده جمعه بالذات هيكون النهارده يوم القيامه اللي هو يوم 10 اكتوبر، فده نقول لك ان هو غير صحيح. الحاجه الثانيه، يوم القيامه مش هتكون الا لما تيجي ال10 علامات اللي انا قلتهم من شويه اللي هي اسمها علامات الساعه الكبرى. الحاجه الثالثه والمهمه اللي انت لازم تعرفها ان الاسلام سينتصر وسيعز الله عز وجل الاسلام والمسلمين، وربنا هو اللي وعدنا كده: لاغلبن انا ورسلي، وقال: والعاقبه للمتقين. اخواتنا هناك اللي بيموت فيهم باذن الله هو الشهيد عند الله عز وجل، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. الحاجه الرابعه اللي انت ممكن ما تكونش عارفها ان انا كل يوم بعد صلاه الفجر في عندي بث مباشر تفسير قران كريم، فلازم تحضر المجلس ده لو انت عاوز تفهم القران، تحس بمعنى القران وهتستفاد منه ان شاء الله، اوعدك. لو بصيت تحت الفيديو في اول تعليق هتلاقي في لينك برنامج مهم جدا هيفيد كل مسلم. اهم حاجه بقى انك تعمل الشير للمحترم بتاعك عشان الفيديو دوت يوصل لغير اشبه خير وتوقفه عندك، فدله على الخير كفاعله، واوعى تنسى تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام.